السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناة عالم ريتاج. اتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة. فيديو جديد اللي غنقدم فيه كيكة بالخلاط اللي كتجي رائعة وطالعة وشيشة، ودائما مع الوصفات السهلة والبسيطة. والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وبسم الله على بركة الله. نبداو الطريقة ديال التحضير. اول حاجة كناخذوا واحد الكاس ديال الخلاط اللي نعملوا فيه المكونات. كنضيفوا 4 البيضات يكونوا كبار في الحجم. من بعد كنضيفوا كأس الا ربع من السكر سنيده. كنضيفوا قبيصه الملحه لتحسين الذوق. من بعد كنضيفوا كأس الا ربع من الزيت المائده، وكنضربوا المكونات مع بعضياتهم حتى كنحسوا بالبيض ضاعف وبياض اللون ديالو. من بعد كنضيف 2 اكياس من الكاكاو المر، وكنخليو الخليط يتخدم مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنضيفوا كأس الا ربع من الحليب، وكنترك الخليط ديالي يتخدم. من بعد ما طحنا الخليط مزيان كما كتشوفوا هذا القوام ديالو، كتجي كيكه طالعه ومهويه من الداخل. غير جربوها بهذه الطريقه. صافي كندوز كنضيف النواشف. ضفت الكأس الاول من الدقيق، دائما يكون الدقيق من نوعيه جيده باش تجيكم الكيكه طالعه. وكنضيف الكأس الثاني، كنخلط مزيان حتى ما يبقاش معكم الدقيق مكتل حبيبات. كنخدموا هاد الكيكه مزيان. من بعد كنضيف 2 اكياس من الخميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وكنخدم الخليط كما كتشوفوا. طريقه سهله مبسطه. كنشوف القوام ديال الخليط ديالي، الا كان متبقي خصو الدقيق. وباش يجيكم كيك طالع ومهوي كتضيفوا قطرات من الخل اللي كيعطي لها شاشه لهاد الكيكه، وكتجي كيكه طالعه. كنخدم الخليط حتى كنحس بالخل انه عطى الفعاليه ديالو كما كتشوفوا. صافي كنكتبوا رقم 8 كيكون هذا القوام المطلوب. وكندوز كنجيب المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي كنصب الخليط ديالي كما كتشوفوا. من بعد ما غنكون سخنت الفرن على 180 درجه. صافي كنصب الخليط. كتجي كيكه رائعه، غير جربوها بهذه الطريقه غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي من بعد ما صبيت الخليط كنضرب المول على سطح العمل باش يخرج داك الهواء اللي في وسط الخليط كما كتلاحظوا الفقاعات. ندخلها للفرن، وهذا الشكل ديالها كما كتشوفوا طالعه ومهويه ما شاء الله، والقوام ديالها رائع. صافي كنقلبها على الصحن ديال التقديم. غير راها مازال سخونه كما كتشوفوا. من بعد ما قلبتها القوام ديالها وكتجي كيك ناجحه. غير جربوها، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا الكيك القوام ديالها كيعامل. صافي كندوزو كنعدلو الكريمه. من بعد كناخذ واحد كاسرونه اللي كنوضع فيها 2 كؤوس من الحليب. ضفت الكأس الاول وكنضيف الكأس الثاني. كنضيف 2 ملاعق من النشا الذره، وكنضيف واحد 3 د القطع من الشوكولاته سوداء، وكيس من الكاكاو المر.
كنخلطوا المكونات باش ما تبقاش مرصبه معكم نشا وتكتل. وكنضيف السكر. ضفت 2 ملاعق من السكر. دائما السكر كيبقى حسب الذوق. كنخلط مزيان وكنوضعوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد الكريمه. كنجيب الكيك باش نوضع فيها الكريمه من بعد ما عقدت. هذا القوام ديالها كما كتشوفوا. كنصبها فوق الكيك مازال سخونه. من بعد ما صبيتها كما كتشوفوا كنزينها بالفويتين. التزيين كيبقى اختياري. زينوا باللي متوفر عندكم في المنزل، اختياري. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل التزيين ديال الكيك اللي وجدت معكم اليوم، ونخليوها تبرد وتماسك باش نشوفوا الشكل ديالها من بعد ما بردات وتماسكت، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال كيكه الخلاط، كيك بالشوكولاته اللي كتجي كيك رائعه وطالعه ما شاء الله ولذيذه. غير جربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. ودائما مع الوصفات السهله والبسيطه. والى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش تشجعوني ونزيد نعطي الافضل. والى هنا الى الملتقى باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.